أهلا بكم إلى التفاصيل. البداية ستكون من ولاية المدية التي اهتزت أمس على وقع جريمة قتل بشعة ارتكبها شاب في حق والدته البالغة من العمر 54 سنة وشقيقته البالغة من العمر 20 سنة. كاميرا تلفزيون النهار تنقلت لعين المكان ورصدت بعض رأي السكان الذين أكدوا على سلامة الشخص المرتكب للجريمة، إلا أنهم استنكروا الحادثة التي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة. التفاصيل مع معمر العروسي. بنا لبس بيه ما يطلع لخدمته يهبط للدار تاعو يطلع اخته معاه بنا عادي. مش كل واحد اخر ما تقدرش تعرف اش كاين فيها العقليه تاعو. ليله تاع رعب، ليله كارثه تصير قدامك هكذا ولات ما نجبيتين في حالنا خلاص. انا كما جات كنت مريح لهنا حتى سمعنا باللي زقاها هكذا كاين عندهم العياط حتى كذا رحنا نشوفوا واش كاين، حتى لقينا سمعنا هكذا لقينا لقى شي هارب واش كاين ما حبوش يقولوا لنا، مام هما ما عرفوش واش كاين عندهم في الدار. رحنا شفنا واش كاين هكذايتين حتى نجاو الامن كذا شفناهم خارجين وكذا باش عرفنا باللي راه قتل يماه واخته. شغل حاجه كما هذه مش ما كناش كاع نتوقعوها وما كناش شايفينها حنا هنايا عندنا قاعدين كاع ما كاينش كاع صاريه كاع عندنا حنا هذه. انسان في كامل الوعي تاعو يبان لاباس به، انسان متقي الله خدام عنده اخته ترافقوا ما تقدرش توصفها، يعني اكثر من الاخت الاخي اي واحد ما يقدرش خاطش تروح معاه الصباح تجي معاه العشيه لاباس بهم. ولكن الكارثه هذه اللي وقعت الله اعلم الشيء هذا واش كاين والله السيد واش صرالو الله اعلم.